على نقطة مهمة، احنا ما نستهدف وزارة معينة أو نستهدف موضوع معين أو شخص معين، إنما كان هذا رأي المواطن كونه أنه يعاني من مسألة الصحة بالعراق لأنها تمس حياته بشكل مباشر، وهذا كان الاستطلاع هو يعني آراء الناس حول موضوع الصحة. خلوني أنتقل ويا ضيفي، راح يكون معي في الاستوديو الأستاذ محسن البهادلي الكاتب والباحث. أهلا بك سيد محسن ضيفا عزيزا في برنامج كل الحكاية. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لقناة بلادي وكل من يشاهدنا من قناة بلادي. حقيقة لو تكلمنا على هذا الملف الخطير جدا في حياة المواطن العراقي، لو 4 حلقات 5 حلقات من كل الحكاية لما تنتهي هذه الحكاية وحكاية الفساد. نعم. الفساد أصبح ظاهرة خطرة بالعراق، أصبح ثقافة، أصبح اليوم قاعدة، أصبح اليوم النزهاء والشرفاء لا يستطيعون العيش مع أقرانهم في المؤسسات. حقيقة اليوم مطلب جماهيري كبير لكل العراقيين محاربة الفساد، واستبشرنا خيرا في اللقاء الأخير البارحة لرئاسة الوزراء. نعم. السيد العبادي قال سنكشف جميع أسماء كبار الفاسدين في الحكومة العراقية. طيب أستاذ محسن، يعني قبل لا أنتقل لهذه التفاصيل، يعني حابة أعرف أنه أسس الفساد، ليش المجتمع انحدر إلى هذه الدرجة وصار الفساد بكل النواحي وبكل المؤسسات وبكل المراحل العمرية؟ الآن نشاهد يعني المؤسسة الكبيرة اللي تعتمد على الوزير وعلى المدير العام وعلى المفتش العام كلها تعاني من الفساد إلى آخر موظف في مؤسسات الدولة. حتى المواطن أيضا يشارك بهذا الفساد. هناك مقولة لسيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: إذا فسد المسؤول فسد المجتمع حتى لو كان أفراده صالحون. نعم. وإذا صلح المسؤول أصلح المجتمع حتى لو كان أفراده فاسدون. كيف اليوم أنا مسؤول هو فاسد، كيف يصلح مجتمع؟ إذا كان المسؤول هو مصلح يصلح المجتمع حتى لو كان فاسد. البداية من الهرم، البداية من ثقافة المواطن العراقي. أصبح الفساد اليوم هو يستشرف في جسده. الفاسدين أخ فرح ليس أشباح اليوم يسيرون في شبح، وإنما هم محميين بإمبراطورية كتلوية. الفاسدين اليوم من يحميهم الأحزاب، الفاسدين من لهم سلطة ولهم اليوم هناك من يحمي هؤلاء الفاسدين. ولاحظنا بالفترات السابقة بالدورات السابقة كيف عندما يستدعي وزير أو أي مسؤول في الدولة للسلطة التشريعية يحاسبونه من خلال السلطة التشريعية والاستجوابة، كيف نلاحظ أن الكتلة تدافع عن هذا الفساد، تمنع إدانة ومحاسبة أي مسؤول فاسد في الدولة. أستاذ محسن، لو سمحت لي أنه ذكرت في بداية حديثي أنه للفساد أوجه ممكن أن يستخدمها الشخص الفاسد ومسميات وأغطية ممكن أن يجمل الفساد، وذكرت لي أنه الأحزاب. طيب الأحزاب تقول يعني نقدر نقول أنه هي قرارها أو مبدأها اللي ماشي عليه أنه من يملك المال يملك القرار. المال من راح يكون ومن راح يجي لهاي الأحزاب؟ من خلال الفساد. طيب انه هاي النقطة وهذا المحور اللي مشت عليه هذه الأحزاب اللي متكونة طبعا من أفراد والأفراد من المجتمع العراقي، هنا النقطة بدت من النقطة الصغيرة اللي هي المواطن أو الفرد اللي انتمى لهذا الحزب حتى صارت حزب استولى على المال وكان الفساد بشكل عام. حقيقة اليوم السيطرة على الفساد يعني أصبح ظاهرة خطيرة. يجب أن يكون هناك قضاء خاص، قضاء قضائي قوي، سلطة قضائية، قانون رقابة قوي، حتى نستطيع الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. حقيقة بعد محاربتنا الداعش خلال السنوات الماضية وأسقطنا الرايات السود، وحقيقة تكاتفت جميع الجهود في إسقاط داعش وإسقاط هذا الإرهاب اللعين. نعم. توجهت الأنظار بعد الانتصار الكبير وإعلان الانتصار الكبير على داعش إلى صاحب السلطة التنفيذية السيد العبادي. نعم. واستبشر خير الشعب العراقي بأن سيكون السيد العبادي يتوجه إلى محاربة الفساد، وسنضرب من حديد ومقولات كثيرة، وهناك والمرجعية دعمت والشعب دعم السيد العبادي. لكن لم نلاحظ شيء على أرض الواقع، مجرد
تصريحات، مجرد أقوال لم توجد بها أفعال وجدية. حقيقة السيد العبادي لديه جدية في محاربة الفساد، لكن اليوم السيد العبادي ليس بمفرده، هو بين كتل سياسية وشركاء اليوم في العملية السياسية. إذا لم يتعاون الجميع في محاربة هذا الفساد لن نستطيع القضاء على هذا الفيروس الذي اليوم استشرى في جسم وجسد الجسم العراقي في الوقت الحاضر. طيب استاذ محسن، يعني الفساد بشكل عام، ذكرت حضرتك انه كلها نبهت منه، وخصوصا رئيس الوزراء من ذكر انه سوف نضرب بيد من حديد. هنا المرجعيه لما وجهت من اجل الجهاد الكفائي شاهدنا الالاف ومئات الالاف من الاشخاص والافراد العراقيين توجهوا للمعركه من اجل ان يلبون يعني حديث المرجعيه. هنا المرجعيه بكل خطبه تأخذ ناحية أو موضوع حول الفساد. لماذا لم يطبق هذا الموضوع؟ لماذا لاحظنا أنه بخطبة واحدة من خلال المرجعية باتجاه الجهاد الكفائي الكل طلعت بدون استثناء؟ اليوم الفساد المرجعية تعيد وتثقل به من بعد 2003 لحد الآن. ليش ما يطبق هذا القول للمرجعية؟ ليش ناخذ جانب ونترك الجوانب الأخرى اللي هي أكثر أهمية وهي لها مساس مباشر بأمان وحياة المواطن؟ حقيقة لو تكلمنا عن المرجعية وبصراحة، المرجعية اليوم هي صمام الأمان للشعب العراقي. المرجعية لم يكن شيء مخفي عن المرجعية، كل خطب المرجعية الإرشادات والنصائح، وقالت المرجعية بالحرف الواحد يعني على الحكومة العراقية أن تحارب وتضرب بيد من حديد على الفاسدين. لكن هناك تقاطعات في المشهد السياسي، هناك ضبابية كبيرة، هناك الصراع بين الكتل السياسية. حتى لو نزلت المرجعية إلى الشارع اليوم هناك ستصبح تقاطع مع السياسيين. سيقول الكثير من السياسيين يتكلمون عن الفساد. هل رأيت اليوم سياسي عراقي واحد لم يتكلم عن الفساد؟ الكل تريد محاربة الفساد، الجميع هي ضد الفساد، لكن لو ترجع على الحقيقة هم جميعهم لديهم ملفات فساد إداري. وهذا يذكرني بقول شاعرنا الكبير الرصافي، يقول: لا يخدعنك خطاب القوم في الوطن، القوم في السر غير القوم في العلن. حقيقة يتكلمون من خلال المنابر، من خلال شاشات الإعلام، من خلال وسائلهم عن محاربة الفساد. لو ترجع للحقيقة جميع هؤلاء الذين يتكلمون بالفساد هم فاسدون ولديهم ملفات فساد إداري. أختي العزيزة، اليوم 30 ملف فساد إداري موجود على طاولة هيئة النزاهة في الدورة السابقة. اليوم إذا أردت أن تموع قضية وإذا تقتل قضية تذهب إلى مجلس تحقيقي. كم من المجالس التحقيقية شكلت على ملفات الفساد؟ كثير، عشرات بل مئات الملفات. أين هي الآن؟ هي على طاولة هيئة النزاهة والسلطة القانونية. يعني مش وقت تنتهي هاي حكاية الفساد. يعني هاي هسه دورة برلمانية وحكومية مدة 4 سنوات، وقبلها 4 سنوات، وقبلها 4 سنوات. يعني العمر كم 4 سنوات بيه حتى احنا نبقى بهاي الدائرة ندور حول نفسنا بدون مستجدات جديدة؟ إصلاح القضاء، إصلاح العراق هو بإصلاح القضاء. الفساد القضائي سبب رئيسي في الفساد الإداري والمالي في الدولة. إذا نرجع أنه القضاء أيضا مسيس ويدفع بالمحاصصة. يكون القضاء لم يكون الإصلاح العراق بإصلاح القضاء العراقي. إذا لم يكن القضاء العراقي له سلطة منعزلة، سلطة هي بعيدة عن التحزب، بعيدة عن التأثيرات السياسية والكتل السياسية، لم تنتهي عملية الفساد. حقيقة اليوم العبادي لديه جدية ولديه اليوم أذرع في والشعب العراقي جميعا معه محاربة الفساد. لكن اليوم يعني السيد العبادي كما نوهت لا يستطيع اليوم بمفرده أن يقضي على هذه الحيتان. أصبحت اليوم حيتان كبيرة تسيطر على كثير من مفاصل الدولة. طيب لا، خلينا نرجع نقطة البداية. يعني هاي الحيتان هسه مستحيل أنه تتخلى عن السلطة وتتخلى عن المال بليلة وضحاها من أجل القضاء على الفساد. يقول لك أنا السيارات والسفر وجواز دبلوماسي وطبة وطلعة وأنا ملك عايش، أنا ما مستعد أخسر كل هذه الرفاهية مقابل أنه أقضي على الفساد. إذا هاي المشكلة ما راح تخلص.
ما مقنع انه العقل الطبيعي البشري بيتقبل انه هذا الشخص ممكن ان يتخلى عن كل هاي الامتيازات مقابل لا شيء. شلون راح تنتهي هاي النقطة؟ إذا لم تكن هناك جدية في التعامل مع هذا الملف، يجب هناك تحاور بين رؤساء الكتل السياسية. التحاور ما يجيب نتيجة، التحاور خذ فرح ما يجيب نتيجة إذا لم يتحاوروا، نعم. إذا لم يجلسوا على طاولة واحدة. والله هذه فرصتكم الأخيرة، وهذه المظاهرات ثورة الجياع الآن ما هي إلا الفرصة الأخيرة لكم، حتى يا أخي احترفوا أخطأكم بحق الشعب العراقي. يعني مو عيب إذا تطلعوا وتقول نحن أخطأنا بحق الشعب العراقي، والعرب يقولون من جهلنا نخطأ ومن خطأنا نتعلم، وخير الخطاؤون هم التوابون. كل بني آدم خطاؤون. اليوم ما علينا إلا أن تأسيس قضاء عراقي قوي لمحاربة هاي الآفة التي نخرت جسد العراقي. واليوم حقيقة اليوم أي مواطن يذهب إلى أي مؤسسة مدنية في العراق ماذا تلاحظ؟ اليوم المواطن العراقي يهان في باب هذه المؤسسة والدائرة. اليوم هناك حالات كثيرة، خاصة المؤسسات الذي مع التماس مواطن مع المواطن، الصحة، التعليم كما ذكر في تقريرنا. طيب. التماس مع المواطن العراقي اليوم هذه مشكلة كبيرة. هسه ما طول انه ذكرنا وزارة الصحة، واكرر انه احنا ما نستهدف جهة معينة، انما هذا كان رأي المواطن. اليوم وزارة الصحة بها ملفات يعني توقف العقل. يعني قبل كم يوم نزل امر اداري لجهة معينة أو دائرة معينة من مفاصل وزارة الصحة أنه هي حاسبة الطباخ في المستشفى الفلانية على 2000 دينار وأحالته إلى المجلس التحقيقي. طيب إذا هذا القانون موجود والتشريع موجود ودا تعرفون الصح من الخطأ، ليش ما يطبق على الكبار؟ ليش دا يطبق على الصغار فقط؟ شوف مشكلتنا اليوم، يعني قانوننا دا يمشي بعكازة بالعراق، متعكز على الفقرة. المشكلة في هرم. يعني اليوم إذا صلحت قبل بالجيش يقول الوحدة بقائدها، إذا تشوف هاي الوحدة مرتبة، نظامها جميل، اليوم ماكو يعني العراق يسير حقيقة يعني إلى المجهول في أغلب المؤسسات الحكومية. الصحة والتعليم وبعض المؤسسات اللي هي مع التماس مع المواطن العراقي، هناك يعني فساد إداري كبير في هذه المؤسسات. مؤسسات على المستوى الأغذية الموجودة، مؤسسات على الأدوية، مؤسسات في كثير من مفاصل هذه المؤسسات بها فساد إداري حقيقة. والمواطن يعني هناك معاناة كبيرة، سجلت هناك معاناة كبيرة، هناك مظلومية كبيرة على بعض الناس اللي تدخل ولا تملك اليوم سعر فاتورة اللي 3000 تقطع وصل ب 3000 وينطيك براسيتول ب 500. يعني أليس هذه عدالة؟ أليس هذه العدالة؟ يعني اليوم القانون يطبق فقط على الفقير. نعم. طبق القانون على أنفسكم وعلى دوائركم وعلى المسؤولين، حتى تطبق القانون على اللي أضعف الناس الفقراء. طيب، واحدة من المشاكل اللي انطرحت قبل يوم واللي نعتبرها فضيحة كبرى بحق المواطن العراقي، كون انه هاي الاموال اللي جاي تنهدر هي حقوق الافراد الفقراء، حقوق اللي الحمال اللي دا يتعب ومكسور ظهره حتى يحصل ل 2000 3000 وبالمقابل المليارات اللي هي من حقوقه جاي تنهدر. انه هناك 250 درجة وظيفية وهمية في وزارة الصحة، وبالمقابل اكو رواتب جاي تروح للجيوب الفلانية لمدة 8 سنوات. إذا نضرب ونجمع، وإحنا هسه مو بصدد إنه نعرف المبلغ الكلي، لكن مليارات انصرفت خلال 8 سنوات على 250 وظيفة وهمية في وزارة الصحة. لعد إحنا ليش مخلين مفتشية عامة للوزارات بها موظفين وبها رئيس هرم لإدارة هذه المفتشية؟ شنو شغلهم؟ شنو وظيفتهم؟ مجرد استنزاف لو بطالة مقنعة. تكلمتي عن الرواتب الوهمية. أذكر حالة من المعيب ومن المخجل. الدولة العراقية اليوم تصرف رواتب إلى فدائي صدام وللبحثيين اللي ساكنين بدبي وفي الأردن وفي أنقرة، رواتب خيالية فلكية تصرف هؤلاء الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، هؤلاء الذين كانوا هم سبب
مأساة العراقيين الآن، والدولة تصرف رواتب فلكية وتصل هذه الرواتب إلى عقر ديارهم. نعم. أليس هذا عيب بحق هذا المواطن؟ والمجني عليه اللي هم ضحايا هؤلاء اليوم يذهبون إلى مقبرة وادي السلام كل جمعة لزيارة ضحايا الذين قتلوا بسبب هؤلاء المجرمين الذين تصرف لهم رواتب. أليس هذه أين العدالة في هذا؟ رواتب تعطى إلى مسؤولين وإلى قتلة من فدائيين ومن النظام السابق بغير وجه حق. حقيقة هذه مظلومية كبيرة اليوم بحق المواطن العراقي. نعم. والمواطن العراقي يعاني اليوم، ليس لديه غير الحكومة. نعم. طيب سيد محسن، يعني الفساد مشكلة، والفساد ما إلى أي حدود بالعراق. ممكن إذا انطرحت حلول أو تغير القضاء أو كانت هناك بوادر أمل بالمستقبل من الأشخاص اللي ممكن أن يكونون في الدورة الحالية أو عفوا المقبلة، ممكن أن نقضي على الفساد بأشهر أم بسنوات؟ في هذه الحالة الموجودة على الواقع والمشهد اليوم الموجود لا نستطيع القضاء على الفساد درجة واحدة. حقيقة لم يستطيع القضاء. ما ممكن اليوم معالجة في شهر أو شهرين أو 3. كما نوهت أصبح ثقافة. هو عندما تعطيه أموال لا يسميها رشوة، يسميها مكافأة. كيف تغير فكر هذا المواطن وثقافته في الفساد في هذه المرحلة؟ حقيقة يعني اليوم إذا لم تكن لدينا جدية في الحكومة المقبلة كما ذكر المرجع إلى أعلى السيد السيستاني حفظه الله وقال يجب أن يكون رئيس وزراء قوي، يجب أن يكون رئيس وزراء من يختار الوزراء بدون ضوابط بدون شروط. إذا لم نكن اليوم لدينا جدية في محاربة هذا الملف وكثير من الملفات لا نستطيع التخلص من هذا الفيروس، لأن هذا فيروس اليوم توغل في جسم كل العراقيين. طيب، من هذه النقطة راح نتخذ موضوع آخر حتى شوية تكون كفة الميزان متعادلة بين الفاسدين من المواطنين، بعض المواطنين وأيضا بعض المسؤولين. احنا ما نقدر نعم، مثل ما أكو شر أكو خير. أكو خير. ناخذ فاصل ونعود.